قررنا اليوم ننظف العشة. بقول لكم إيش السبب اللي خلانا ننظفها وليش أصلا يعني ليش نظفناها. أول شيء كنسناها زي ما أنتم شايفين، بعدها شطفنا حتى السقف، خليت العامل يشغل الموية يمكن ساعة. قلت له أبغى كل شيء في السقف ينزل مرة. ترى هذا كله اللي نازل اللي أنتم شايفينه ترى من السقف من فوق من العشة نفسها. شطفناها كويس مرة، وبعدين شطفنا الأرضيات زي ما انتم شايفين كذا صارت تلقلق. بعدها بقول لكم ليش، عشان السدر. طبعا السدر من مزرعتنا، جبنا عمال قطفوا السدر زي ما انتم شايفين، كل واحد يقطف. بعدها ناخذ السدر ونبدأ نشيل منه الأغصان. طبعا مرحلة التنظيف يعني تاخذ وقت طويل، يعني زي الحين غسلنا وبعدين نبدأ كمان نشيك ونشوف يمكن في أغصان، بعدين نغسل مرة ثانية، بعدين نشيك إذا في أغصان، ونتأكد إنه كل ورقة نظيفة مرة كويس، يعني ما فيها الله يكرمكم. شوفوا زي ما انتم شايفين كيف. الله يكرمكم. شايفين يجي في الورق لو ما غسلناه يجي في الورق غبرة، ويجي في الورق فضلات الطيور، وفي بعض ناس يعني يطحنونه مع شيء. شوفوا الموية كانت صافية نظيفة. لازم نتأكد إنه السدر نظفناه كويس، وبعدها نفرشه عشان نبدأ مرحلة التجفيف، وبعدها ناخذها للطحن ويوصلكم فريش من مزرعتنا وتحت إشرافنا.